ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده وصفة غدا مغذية متكاملة حلوة جدا. هنعمل صينية التورلي باللحمة والبطاطس وكمان معاها الخضار. هتطلع معاكي خرافة جدا. معاكم اسماء. لو اول مرة تشوفيني اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتعالوا مع بعض هنشوف هنعمل الوصفة دي ازاي. هنجيب هنا الكوك، وبعد كده هنحط معلقة كبيرة من السمنة. هتسخنيها كده كويس. اهم حاجة لازم السمنة تكون سخنة معاكي علشان هي تاخد صدمة حلوة جدا اللحمة. هننزل هنا باللحمة بتاعتنا، تكون متقطعة مكعبات، تكون حجمها كبير شوية مش صغيرة قوي. طبعا هتسيبيها تاخد صدمة، ما تقلبيهاش كتير علشان ما تنزلش المية بتاعتها. اول ما تاخد صدمة من تحت بعد كده هتقلبيها، هتسيبيها شوية لحد ما تتشوح معاكي اللحمة وتاخد صدمة حلوة. هنجهز هنا البطاطس بتاعتنا. هنجيب هنا بطاطساية وهتقطعيها بسمك يكون سميك معاكي بالشكل ده. هنقطعها مكعبات، تكون حجم المكعبات كبيرة معاكي كده. تمام. هنقطع واحدة كمان بتديلها طعم حلو جدا، حلوة كمان مع الرز. هنقطعها بسمك يكون سميك زي ما اتفقنا. بعد كده هنجيب هنا البصل، هنجيب 3 حبات من البصل وهنقطعها مكعبات بسمك يكون كبير معانا زي ما اتفقنا. بتديلها طعم حلو جدا البصل في صينية الترلي كده. تمام. هنقطع طبعا الكمية كلها. هنا كترنا البصل علشان بيدي لصينية الترلي طعم حلو جدا كده. تمام. بعد كده هنكمل باقي الخطوات بتاعتنا. هنشوف هنا اللحمة بعد ما اخدت صدمة حلوة جدا كده. تمام. جهزت معانا. بعد كده هننزل هنا بالبصل وهتديله تشويحة حلوة جدا مع اللحمة، ياخد صدمة حلوة جدا من طعم اللحمة. سيبيه كده البصل براحته ياخد تطعيمة حلوة قوي كده. خلاص جاهز معانا. بعد ما البصل اخد لون حلو كده مع اللحمة هتديله كده تقليبة. طبعا البصل اخد لون ذهبي كده خفيف. بعد كده هننزل هنا بكوباية من المية وهنسيب اللحمة تكمل تسويتها. بعد ما اللحمة استوت معانا وشربت المية هننزل هنا بالخضار بتاعنا، الخضار المشكل. هتديله كده صدمة حلوة. بعد كده هننزل هنا بالبطاطس اللي قطعناها، هتحطيها وتقلبيها. هنسيبها شوية تاخد صدمة حلوة جدا مع اللحمة كده. تمام. جهزت معانا. بعد كده هننزل هنا بكوباية من عصير الطماطم، هتقلبيها وهنسيبها تتسبك معانا شوية تاخد تطعيمة حلوة جدا. هنحط هنا معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهنحط معلقة كبيرة من الملح والبهارات زي ما انت حابة. هتقلبيها تاخد كده صدمة حلوة وتشويحة حلوة. في الوقت ده هكون مسخنة الفرن علشان ندخلها على طول وتبقى جاهزة معاكي كده. تمام. اخدت غلوة حلوة جدا. بعد كده هنجهز هنا الطبق البايركس بتاعنا اللي احنا نحط فيه. لو حابة كمان تحطيها في طاجن تطلع معاكي طعمها حلو جدا. هنحط هنا اللحمة هتوزعيها كده كويس وهتدخليها على فرن سخن ياخد معاكي كده حوالي نص ساعة. طبعا يا اللحمة مستوية والبطاطس مش هتاخد وقت معاكي، نص ساعة كده وبعد كده هنطلعها. شايفين كده جهزت معانا. تعملي جنبيها رز بالشعرية وكمان سلطة. وبكده خلاص خلصنا وصفتنا النهاردة. اتمنى الفيديو يكون استفدتم منه وعجبكم. ما تنسوش تتابعوني على صفحتي وتدعموني باللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الاشتراك علشان توصلك اي فيديوهات انزلها. يلا باي.